المغرب للخارج، يدخلون عاد المغرب شيء ايراداتهم من الحوالات 60 مليار دولار في السنة. 60 مليار مبلغ كبير، يعتمد على انهم يصدرون. ما هو بس البلدان الثانية رجالهم، النساء يعملون في البغاء واللي يحولون لهم، يعني قايم اقتصاد البلد على تحويلات البغاء. مصيبة. وهذا من الأشياء اللي على الشعوب إنها تتخلص منها. أنا أقدم لهم نصيحة إنه اقتصاداتكم في مجال السياحة هي مشاريع فاشلة، مشاريع تمسح كرامة الشعب. قاعدين تنتظرون السائح جاء، بس تنتظرون السائح يهز علشان يعطيكم مبلغ، ورقاصات ترقص لهم، جيبون بناتهم لهم يرقصون للسياح علشان يدرون عليهم وينقطون لهم. هذا امتهان للشعوب معنى الكلمة، شعوب ممسوحة. لعل هذه الأزمة الاقتصادية تجعلهم يتوجهون إلى الاقتصاد البناء، اقتصاد الصناعة، اقتصاد الصناعة، المنتجات الزراعية، وإنهم لا يعتمدون عيالهم كل أبنائهم يصدرونهم للخارج علشان يحولون لهم فلوس. وظفوا أبنائكم. هذا عيب اقتصادي يفشل. يعني أنتم تمتهنون شعوبكم في إرسالهم للخارج. تركيا قايمة على السياحة، شوفوا وضعها الحين كيف انتهت. وفرت لهم البغاء، ووفرت لهم المراقص، ووفرت لهم شاليهات لممارسة الرذيلة. هذه تركيا الآن اندقت. ليه؟ لأنها ركزت على السياحة. أي بلد من هالبلدان يعتمد اعتماد كامل على السياحة الآن يذوقونها طاق طق طاق.